الجيل ده مش بتاع شغل. على أيامنا ما كناش بنعمل كده. كلام بنسمعه على طول ويمكن ساعات بنقوله. الشكوى من الجيل الصغير دي يعني حاجة كده زي قانون طبيعة. بس لحظة واحدة، هل الاتهامات دي بجد؟ وهل دي حاجة جديدة يعني ولا إيه؟ يلا بينا نفصص الحكاية دي ونشوف إيه اللي مستخبي وراها. ممكن تفتكروا إن الكلام ده متاخد من بوست على فيسبوك من شوية. لا، الكلام ده عمره أكتر من 2400 سنة. ده الفيلسوف اليوناني أرسطو كان بيتكلم عن شباب عصره بنفس المنطق بالظبط. فواضح قوي إن حكاية شباب اليومين دول دي مش اختراع جديد، دي قصة قديمة قوي وبتتكرر مع كل جيل يجي. أول تهمة، والتهمة كلاسيكية، الكسل. مفيش طموح، مفيش مجهود، كله على الجاهز. وتيجي وراها على طول الاستحقاقية، إحساس إنهم يستاهلوا كل حاجة من غير ما يتعبوا زي اللي قبلهم. وطبعا نيجي للأشهر دلوقتي، حساسين زيادة عن اللزوم، أو زي ما بيقولوا سنو فليكس، ما بيستحملوش كلمة. دي بس عينة بسيطة من قائمة اتهامات طويلة. بس السؤال المهم هنا، هل المشكلة في المتهم بس ولا في اللي بيتهم كمان؟ طيب، خلينا بقى نعمل حاجة مختلفة. بدل ما نفضل نتكلم عن الشباب، إيه رأيكم نوجه الكاميرا على اللي بيشتكوا منهم؟ علم النفس هنا عنده كام تفسير بصراحة مدهش، هيخلينا نشوف الموضوع من زاوية تانية خالص، زاوية بتركز على دماغ الجيل الأكبر نفسه. أول سبب هو حاجة علم النفس بيسميها الذاكرة المغلوطة. الموضوع ببساطة إن عقلنا مع مرور الزمن بيعمل فلترة للذكريات، بيميل يفتكر الحاجات الحلوة والنجاحات وينسى أو يقلل من حجم الصعوبات والفشل. فالنتيجة إيه؟ الجيل الأكبر بيبص على فترة شبابه ويشوفها مثالية، فبطبيعة الحال أي مقارنة مع جيل تاني لسه بيعافر في تحدياته هتبقى مقارنة يعني مش عادلة خالص. نيجي بقى للنقطة اللي بتقلب الموازين كلها، حاجة اسمها إسقاط الصفات. الأبحاث بتقول إن كل واحد فينا بيميل ينتقد في الجيل الجديد الحاجة اللي هو شايفها أهم حاجة فيه. يعني إيه؟ يعني الشخص السلطوي اللي بيقدر الاحترام هيشتكي إن الشباب مش بيحترموا حد، اللي بيحب القراية هيشتكي إنهم مش بيقروا، واللي شايف نفسه ذكي هيشتكي إنهم بقوا أغبى. كأنه كل واحد بيعاير الجيل الجديد بالصفة اللي هو فخور بيها في نفسه. طيب، ده كده كلام عن اللي بينتقدوه، بس بعيداً عنهم بقى، هل في حاجة فعلاً اختلفت في الظروف اللي الجيل ده نفسه اتربى فيها؟ الإجابة وبكل وضوح وفي اختلافات جوهرية هي اللي شكلت كتير من تصرفاتهم اللي بنشوفها النهاردة. في مصطلح ظهر اسمه الأبوة الهليكوبتر أو الهليكوبتر بيرنتنج. التشبيه جه من الهليكوبتر اللي بتفضل تحوم فوق راسك عشان تراقبك. دول الأهالي اللي بيتدخلوا في كل تفصيلة في حياة أولادهم، يحلوا لهم الواجب، يدخلوا في خناقاتهم مع أصحابهم ويشيلوا أي حجر ممكن يتعتروا فيه. النية أكيد كويسة، حب وحماية، بس النتيجة طلعت حاجة تانية خالص. كل ده بقى بيوصلنا لنظرية مهمة اسمها الجيل القلق. النظرية دي بتقول إن في 3 حاجات أساسية حصلت. أول حاجة الحماية الزيادة في التربية، ودي منعت الشباب يكونوا مناعة نفسية ضد أي فشل. تاني حاجة ضغط السوشيال ميديا الرهيب والمقارنات اللي بتخلصش. وتالت حاجة ثقافة السيفتي إزم أو السلامة المفرطة اللي بتحاول تشيل أي تجربة فيها ألم أو عدم راحة من طريقهم. النتيجة جيل ما عندوش الصلابة النفسية الكافية. والأبحاث والأرقام بتأكد الكلام ده. لقوا في علاقة مباشرة بين أسلوب التربية ده وبين نتائج نفسية مقلقة جدا. إحساس أقل بالرضا عن الحياة، استقلالية أقل، ومستويات أعلى من القلق والاكتئاب وحتى النرجسية. يعني الخلاصة إن كتير من السلوكيات اللي بنشوفها وننتقدها دي ممكن تكون مجرد عرض لمشكلة أعمق، مش هي المشكلة نفسها. ومن الحاجات اللي تلفت النظر قوي في الدراسات دي إن تأثير التربية دي بيختلف بين الرجالة والستات. لقوا إن الولاد بيتأثر إحساسهم بالاستقلالية وقدرتهم على أخذ القرار بشكل أكبر، أما البنات فبيتأثر إحساسهم العام بالرضا عن حياتهم والسعادة بشكل أوضح. طيب، بعد ما فهمنا الخلفية النفسية والتربوية دي كلها، خلينا نرجع لأرض الواقع، نرجع لسوق الشغل والاتهامات المباشرة، وتعالوا نحاول نفصل بين الكلام اللي بيتقال والحقيقة. السؤال ده بيتردد كتير قوي دلوقتي بين المديرين في الشركات. في شكوى عامة إن التعامل مع الموظفين الجداد صعب وإنهم مش ملتزمين زي زمان. بس يا ترى المشكلة فيهم هم؟ ولا المشكلة في إن قواعد اللعبة نفسها اتغيرت وإحنا مش واخدين بالنا؟ الجدول ده بيورينا الصراع كله فين. الحكاية مش إن جيل عنده قيم وجيل ما عندوش، لأ، الحكاية إن في منظومتين قيم مختلفتين تماماً. الشركات التقليدية بتشوف الإنجاز وحب الشغل هم كل حاجة، لكن الجيل الجديد أولوياته اتغيرت. التوازن بين الشغل والحياة بقى رقم 1، صحتهم النفسية خط أحمر، والمرونة في مواعيد الشغل ومكانه ما بقتش رفاهية. ده مش كسل، ده تعريف جديد خالص لمعنى النجاح. فالسؤال الحقيقي هنا مش إذا كانوا كسلانين ولا لأ،
السؤال هو هل اللي احنا شايفينه ده كسل ولا مجرد اختلاف في الأولويات مش ماشي مع النظام القديم اللي احنا متعودين عليه؟ وهنا بقى لازم نقف عند أهم عامل بيتم تجاهله دايماً، الاقتصاد. الجيل ده بيواجه واقع اقتصادي صعب جداً، تكاليف معيشة بقت مرعبة وفرص الاستقرار أصعب بكتير. ده خلق ظاهرة سماها الباحثين البلوغ المؤجل. يعني إيه؟ يعني سن الاستقلال المادي والجواز وتكوين أسرة كل ده اتأخر غصب عنهم. عشان كده لما بيدوروا على شغل مرن ده مش دلع، دي ضرورة عشان يعرفوا يلاقوا مصادر دخل تانية ويقدروا يعيشوا. ودلوقتي بعد ما فصصنا كل الأبعاد دي نرجع تاني للنقطة الأساسية اللي بدأنا منها، إن الحكاية دي كلها بتفاصيلها هي مجرد فصل جديد بيتكتب في كتاب قديم قوي. الظاهرة دي ليها اسم أكاديمي، وصم الأجيال أو Generation Shaming. ببساطة شديدة هي دايرة مقفولة اللي كل جيل بيلف فيها. لما الجيل يكبر ويبقى هو اللي في موقع المسؤولية بينسى خالص إن هو نفسه كان بينتقد لما كان صغير، ويبدأ يوجه نفس النقد ونفس الاتهامات للجيل اللي طالع بعده. وبصوا على الخط الزمني ده، هيلفظ لكم القصة كلها من أيام أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد وهو بيشتكي إن الشباب مش بيحترموا الكبار، وبعدين في سنة 1771 وصفوا الشباب إنهم تافهين ومعجبين بنفسهم. نيجي للسبعينات وجيل البيبي بومرز اتهموهم إنهم جيل الأنا، وفي التسعينات جيل إكس قالوا عليهم متكاسلين، وبعدهم جيل الألفية سموهم جيل الأنا. والنهاردة نفس الكلام بالظبط بيتقال على جيل زد، كسالى واستحقاقيين. شايفين الدورة؟ الأسماء بتتغير بس الشكوى هي. وفي وسط كل التحليلات والأرقام دي مهم قوي إننا نسمع صوت جاي من قلب الجيل ده نفسه. في جملة بتقول إحنا الجيل اللي كل يوم بيفقد شباب من عمره. الجملة دي بتلخص إحساس بالضغط وإحساس إن العمر بيجري في سباق صعب مع الظروف. بتفكرنا إن ورا كل الاتهامات دي في بني آدمين عايشين تحديات حقيقية جدا ممكن الأجيال اللي قبلهم ما تكونش متخيلها أصلاً. طيب بيقولوا المعرفة قوة. دلوقتي بعد ما عرفنا إن دي دايرة وبتتكرر كل مرة، السؤال المنطقي هو هل ممكن نكسر الدايرة دي؟ هل مجرد إننا وعينا بالمشكلة ده كافي يخلينا نتصرف بشكل مختلف؟ في حكاية صغيرة كده بتلخص المشهد المعقد اللي احنا فيه. مسؤولة توظيف بتحكي إن في مرة متقدمة لوظيفة من الجيل ده جت المقابلة ومعاها مامتها. الموقف ده لوحده بيورينا الصدام اللي حاصل بين نتائج التربية الهليكوبتر وبين الواقع الصعب لسوق العمل، وده بيوضح إن التحديات اللي بتواجه الجيل ده حقيقية ومن نوع مختلف. وعشان كده هنختم بالسؤال ده، وهو سؤال مفتوح لكل واحد فينا. بما إننا عرفنا إن دي دورة تاريخية بتتكرر، تفتكروا جيل زد نفسه كمان 20 سنة من دلوقتي لما يظهر جيل جديد بعدهم هيقولوا عليهم إيه؟ هل يا ترى هيفتكروا الكلام ده ويكسروا الدايرة، ولا هينسوا ويرجعوا يشتكوا من شباب اليومين دول؟